السلام عليكم. رجعنا للهنجمه والمواكب الكذابه، مواكب لها اول ما لها اخر. يا جماعه اقسم لكم بالله العظيم ان في معنا مسائل ووزراء، اقسم بالله العظيم حتى لو المواطن ما يباهم ولا يشتي يشوفهم، ويصلحوا هنجمه والخط فاضي، صلحوا زحمه والخط فاضي، هنجمه كذب. رجعوا زي النسوان، فيهم مرأ وفيهم قمار، من هو الموكب حقه اكبر من موكب المسؤول الاخر، من هو موكبه في سيارات وفي احداث اكبر من موكب المسؤول الاخر. مواكب على الفاضي والله ما لها اي داعي. هذا وزير النسوان، هذا وزير النسوان مختار اليافعي، شوفوا هذا اللي وسط هو، اللي وسط خرج بموكب حقه قبل يومين او امس او اول امس الى كريتر الخساف، صدموا طفل ومات، دعسوا طفل ومات في الموكب. طيب المفروض يقول في الموكب وحصل خطا وكذا، يبرر اقل شيء. نزل تغريده يقول بقلب يعتصر الالم تلقيت خبر وفاه الطفل بحادث مروري. ايش حادث مروري؟ الموكب حقك اللي دعسه، ليش ما تقول الموكب حقي دعسه؟ ليش ما تتكلم؟ واللي يحز في النفس واللي يقهر المعلقين المجاملين. هذا قضى الله قدره، هذا قضى الله قدره. ما شاء الله عليكم، دخل قلبكم الايمان والله العظيم. لو هو ولدكم لو هو ابنكم هذا اقسم بالله ما تقولوا كذا. اقل شيء يقولوا خير الله اصمتوا. المفروض اقل شيء انه يبين ويبرهن ويتكلم ويقول لنا في الموكب وحصل خطا، لكن لا، من البدايه اخذها مواكب وهنجمه ودعس الاطفال. يا سياده الوزير مختار، كيف انت ليه؟ المسؤول الواثق من نفسه يا اخي يخرج لك سياره خاصه، سياره مدرعه، صالون كلهم يخرجون صوالين مدرعه، طقمين بالكثير، لكن لا، ده بيخرج لك ب 20 طقم قدام و20 طقم ورا ومدري كم. يا رجال هذا اللي تصرفوه على المواكب تبرعوا بها للفقراء والمساكين، والله لا يدعو لكم مدى الحياه. يا جماعه في سؤال، مو شو هذا مختار اليافعي اللي كان مدير قناه عدل المستغله؟ مو شو هذا اللي كانوا يقولوا عليه مختار اليافعي انه معاه شهاده ثانويه؟ كيف طلع وزير؟ الله يخارجنا بس.